السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي غنحضروا فيه واحد الطاجين غيكون بمذاق رائع. كما كتشوفوا معايا هنا عندي اللحم، ما كثرتوش، شويه ديال اللحم لان غرضنا في الخضره. هنا عندي الخضار كما كتشوفوا، عندي الفلفله اللي غنشويها، خيزو، البطاطا ومطيشه، البصله، البطاطا الحلوه، البسباس. بسم الله نبداو نوجدوا هاد الطاجين. وكما قلت لكم السر ديال هاد الطاجين اللي غيجي لذيذ غيكون هما هاد الاعشاب كما شفتوا، اللي هما قعقله هادي، او حبه الهيل، والبسيبسه اللي هي هادي. اذا غنديروا حبه وحده من قعقله، هادي راها تحلات كما كتشوفوا، حبه وحده غنديروها، وشويه ديال البسيبسه، يعني غنديروا هاد الجوج. ولكن قبل ما نديرهم في الطاجين غنحل هاد الحبه، لابد ما نحلها باش ما تبقاش مجموعه ليا في بلاصه وحده. يمكن نحلوها بالموس لما بغاش تحل. بهذه الطريقه كما كتشوفوا هاد الزريعه اللي كتكون وسط هاد الحبه كنحلها هكايا، كندير فيها يعني ما كنخليهاش مجموعه، كنحاول نقطعها وكنديرها في الطاجين كما تشوفوا هنا. غنسبقوها هي الاولى، ما حد هي يعني هي البطله في الطاجين، لانها كما قلت لكم كتلذذ لينا الطاجين ديالنا. ما نحتاجوش نكثروا اللحم، يعني هاني درت شويه ديال البسيبسه وحبه وحده ديال القعقله ولا حبه الهيل. الان غنضيف زيت الزيتون، نص كاس صغير، والتوابل غندير شويه ديال الابزار، يعني نص معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال قرقوم البلدي، ومعلقه صغيره ديال سكنجبير، نص معلقه صغيره كما كتشوفوا هنا، نص معلقه صغيره ديال الابزار، عفوا ديال القزبور حبوب مطحون. بعد ما درت التوابل كلهم غندير شويه ديال الماء. غرضي بهذا الماء غير باش نوزع هاد العطريه ما تبقاش ليا مجموعه في بلاصه وحده، حيت انا الطاجين ما غاديش نشحرو، يعني ما غاديش نقليه، غندير عليه الخضره هكايا عاده نردو فوق النار، يعني ما يحتاجش يتقلى هكايا بهذه الطريقه. والان غنبداو نحطوا عليه الخضره، ولكن قبل عفوا غندير شويه ديال القزبور، شويه، وغنخليو شويه حتى الاخر طايتي بالطاجين، وعاد غندير شويه باقي الفوق. هنا غنقطع هاد البصله، يعني الطريقه اللي بغينا، ممكن نقطعوها هكايا ولا نقطعوها صغيره ولا دوائر، المهم البصله راه كطيب كتذوب.
بهذه الطريقه. انا هنا درت بصله شويه كبيره. الا درتو الطاجين على البصله كتجي على حسب الطاجين، الا درتو الطاجين شويه صغير ديروا غير بصله صغيره. كنوزع هاد البصله كلها على الطاجين كله، على اللحم. وكنبدا نحط عليها خيزو، يعني كنحط الخضره كلها، كنحط خيزو ونحط البطاطا والبسباس. هاد البسباس حتى هو نقطعوه هكا على جوج. هكايا، وكنحطوه حتى هو على الطاجين بهاد الطريقه. هاد الفلفله غنشويها وغنخليها حتى يبقى الطاجين واحد 10 دقائق يطيب، عاد نديرها حيت هي طايبه. هاد البطاطا حتى هي راه كطيب دغيا، غنخليها حتى الاخر. وستفنا الخضره كلها كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد البسباس انا كنخلي ليه شويه ديال العويدات، يعني ما كنقطعش ليه هاد العويدات ديالو كلهم، كنخليو فيهم شويه. ودابا يعني بقات لينا هاد البطاطا، غنخليها حتى تبقى الطاجين واحد 10 دقائق باش يطيب، حيت هاد البطاطا الحلوه دغيا كتذوب. غنخليها هي وهاد الفلفله، اللي كما كتشوفوا درت ليها هكا على البوطه، يعني شويتها على فوق البوطه، كتشوى دغيا، ما كتاخذ حتى 2 دقائق، يعني دغيا غادي تشويها وتخليها في هاد البلاستيكه حتى نديروها هي والبطاطا الحلوه. الان غندير شويه ديال الملحه وغنسد على الطاجين ديالي، غنردو فوق النار يطيب. بطبيعه الحال الا خاصو شويه ديال الماء كنزيدوه، ولكن غير شويه. ملي غادي يطيب غنرجعو. اذا الطاجين ديالنا كمل طيابو. كنتمنى تجربوا هذا الطاجين وتردوا علينا الاخبار، يعني تجربوه بهذه الطريقه وتجاوبوا معي في التعليقات. وما تنساوش ديروا جيم لايك باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله.